في خطوة جديدة مثيرة للجدل، يستعد حوالي 600 من مشايخ الدروز في سوريا لزيارة مقام النبي شعيب في حطين بالجليل غدا الجمعة 25/4/2025 ضمن شعائر الزيارة السنوية للمقام. الوفد سيبيت ليلة واحدة، فيما تقام الجلسة الدينية الخاصة بالمشايخ في مساء الجمعة. والزيارة تأتي طبعا بعد الجدل الذي أحدثته زيارة سابقة تمت في آذار مارس لعشرات آخرين. بحسب مصادر صحيفة العربي الجديد، فإن مشايخ سوريين هم الذين طلبوا الزيارة الحالية الجديدة، وتم التنسيق عبر مشايخ في الداخل الفلسطيني دون اعتراض رسمي من السلطات السورية. الزيارة توصف بأنها زيارة دينية بحتة، وستكون من الحدود إلى المقام دون المرور بأي مناطق أخرى، وقد لا تضم مشايخ عقل، لكنها ستشمل شخصيات دينية بارزة قادمة من دمشق، من السويداء، من جرمانة، عرنا، حضر. الجيش الإسرائيلي أعلن انتهاء استعداداته لتأمين الزيارة وسط إجراءات أمنية قال إنها ستكون مشددة من لحظة دخول الوفد إلى لحظة عودته. لتفاصيل أكثر عن الزيارة ومجرياتها ومخططها والزيارات السابقة يمكن أن تزور الرابط في التعليق الأول. وشكرا.